لو فاكر اننا في حرب اكتوبر 73 استردينا سينا تبقى غلطان، ولازم تشوف الفيديو ده. احنا اي نعم حاربنا وانتصرنا وسففنا العدو التراب، بس رجعنا سينا بمعركة تانية خالص، يمكن اشرس واعنف من الحرب الاولانية. المعركة التانية دي ما كانتش بالدبابات ولا بالطيارات، لكنها كانت بالكلمة وبالعقل وبالقانون وبالحجة والصبر. عيد تحرير سينا عمره ما كان مجرد يوم وخلاص، ده اليوم اللي مصر رجعت فيه كامل ارضها بعد احتلال كام سنة؟ 15 سنة بحالها. النهاردة هقولك ازاي مصر رجعت الارض بالتفاوض بالمعركة التانية بخلاف حرب اكتوبر، واللي قال عنها اللي هو محسن حمدي ان التفاوض على الترابيزة كان اصعب من الحرب نفسها. اللي هو محسن حمدي مين بقى؟ لو انت ما تعرفوش فهو عضو التفاوض ما بين مصر واسرائيل في مباحثات السلام، وكمان كان رئيس اللجنة العسكرية المشرفة على انسحاب اسرائيل من سيناء، وكان ضمن وفد حل مشكلة طابة والشاهد الرئيسي في المحكمة، واللي حكمت في الاخر بأحقية مصر في طابة. يعني راجل من قلب المطبخ زي ما بيقولوا. وللمفارقة اللي هو محسن اتوفى في 25 ابريل سنة 2022، ولكن انا هنقلك حوار كنت عملته معاه واتنشر في جريدة الأخبار قبل ما يتوفى. اللي هو محسن حمدي كان بيقول إن إسرائيل ما كانش عندها أي نية إنها تنسحب من سيناء. يعني مشي ديان مثلا قال لهم إيه خلال التفاوض؟ أنتوا بتتكلموا ليه عن سيناء؟ ما قناة السويس تهمكم أكتر، كأن بروحهم بقى دي أرضهم فعلا ومش محتلينها. ومن ضمن مطالب مشي ديان كمان إنهم يأجروا شرم الشيخ مننا لمدة 50 سنة، يعني احتلال مقنن زي ما رئيس سوريا بيدرس كده وعايز يأجر الجولان لإسرائيل، وغيرها وغيرها من الطلبات بتاعت الإسرائيليين، واللي كانت بتأكد ان الناس دي مش ناويين يخرجوا ابدا من سيناء. القتال المرة دي في المفاوضات دي كان اصعب من الحرب، لانك بتحارب بالتاريخ وبالجغرافيا وبالمنطق، وعليك انك تثبت حقك بكل الدلائل. لكن المصريين دخلوا المفاوضات وهم حاطين قدام عينيهم هدف واحد بس، انهم يرجعوا كل شبر من ارض سيناء. اللي هو محسن بيكمل شهادته للتاريخ وبيقول ان اتفاقيه كامب ديفيد اللي الناس عماله بتقول لك بقى فيها بنود سريه وما سرياش كانت عباره عن ورقتين بس. تخيل ان اول ورقه في الورقتين دول ما فيهاش اسم مصر اصلا، بل كانت بتتكلم عن القضيه الفلسطينيه، وتم ذكر فيها الانسحاب الاسرائيلي من الضفه الغربيه وكمان من غزه، وانهم يدوا الفلسطينيين حكم ذاتي لمده 5 سنين، وبعدها بقى يعملوا انتخابات للرئاسه وللحكومه وتقام دوله فلسطين. اللي هو محسن بيكمل وبيقول ان فلسطين وان ياسر عرفات وقتها رفض المشاركة أصلا في أي اجتماع، وده أكبر دليل على أن الرئيس الراحل أنور السادات الله يرحمه عمره ما راح إسرائيل عشان يعمل اتفاق سلام منفرد مع مصر، وأن فلسطين كانت حاضرة وبقوة في المفاوضات. يعني كان في حل شامل أهو، مش بس سلام مع مصر. الورقة التانية بقى فيها إيه؟ كانت بتتكلم عن وقف الحرب ما بين مصر وما بين إسرائيل بناء على معاهدة سلام ما بين مصر وما بين إسرائيل برعاية جيمي كارتر الرئيس الأمريكي، وتم الاتفاق على مراحل الانسحاب. أولها يوم 26 مايو سنة 79، واللي انسحبت فيها إسرائيل من خط العريش في شمال سيناء لحد راس محمد في جنوبها، وتم رفع العلم المصري لأول مرة من سنة 67 على العريش مرة تانية، ومكملين ليوم 19 نوفمبر 79، وهنا إسرائيل بتنسحب من سانت كاترين ووادي الطور. وده بالمناسبة العيد القومي أو اليوم اللي اتعمل فيه العيد القومي لجنوب سيناء لحد 25 إبريل سنة 82، وبيتم فيها رفع العلم المصري على رفح في شمال سيناء وفي شرم الشيخ في جنوب سيناء. والمفروض كانوا يكملوا انسحاب، ولكن بيختلقوا مشكلة طابة. يعني الانسحاب كان على أكتر من مرحلة، زي ما المتحدث العسكري المصري كده ناشر على صفحته وقايل قدامك كده. بس في حاجة بتحصل قبل الانسحاب التاني بساعات كانت بتهدد ان الانسحاب يتم اصلا. اللي هو محسن بيقول انهم قبل الانسحاب التاني ب6 ايام كان الوفد المصري في تل ابيب في اجتماع مع مناحم بيجن في مكتبه. قال لهم ايه بقى؟ انا مش هنسحب في 25 ابريل، وده علشان الخلاف على نقط حدوديه، وده بعد مظاهرات في فلسطين المحتله بتطالب بعدم الانسحاب، وده كان امر مرفوض بالنسبه لمصر. والوفد المصري بيأكد لبيجن ان 25 ابريل ده ميعاد مقدس ومش هيتأجل. اعضاء الوفد المصري قالوا ان الماده 7 في الاتفاقيه بتقول ان في حاله اختلاف الطرفين اللي هم هنا مصر واسرائيل على الحدود فالتفاوض بينهم هو الحل، او ان هم يتفقوا على حلول وسط برعايه الولايات المتحده. والحل الاخير كان بالتحكيم الدولي، لحد ما بيجي يوم 23 ابريل ومفيش اي جديد. فمصر تعمل ايه؟ تلجأ لامريكا. تعالي حلي بقى، مش انت اللي ضامنه وكمان موقعه شاهد على اتفاقيه السلام. الرئيس الامريكي بيستجيب ويتدخل فعلا، وبيبعت مندوب من عنده بيقدم مقترح امريكي لاسرائيل علشان تنسحب وفقا لرغبه مصر. السفير الامريكي في القاهره جه وقتها مع مندوب الرئيس الامريكي، ومع
ومعاهم ورقة من صفحتين كان عنوانها الإجراءات المبدئية لحل مسألة الحدود، اللي قالت إن مصر وإسرائيل يخضعوا مسألة الاختلاف على الحدود طبقا للمادة 7 في معاهدة السلام، وهي اللجوء في الآخر للتحكيم الدولي على نقط الخلاف. وهقول لك على تفصيله كده تضحكك على موضوع نقط الخلاف دي كمان شويه. بس تعرف بقى الورقه دي اتوقعت امتى؟ الساعه 1 الصبح يوم 25 ابريل، يعني قبل رفع العلم المصري ب 12 ساعة بس. افتكر هنا ردة فعل اللواء محسن وهو بيقول لي بكل فخر وعزة انهم قدروا يبوظوا خطة اسرائيل بعدم الانسحاب، والورقة الامريكية دي هي اللي انقذت يوم 25 ابريل، ولولاها كان الموضوع اتأزم اكتر والاسرائيليين مطلوا في قصة خروجهم من سيناء، لانهم افتعلوا قصة طابة الحدودية. ومش طابة بس، لا دي طابة ومعاها 13 علامة حدودية. ومن ضمن بقى الحاجات اللي تضحك، اللي هو محسن كان بيعاين مع شارون رئيس الوفد الإسرائيلي في الوقت ده بعض مواقع العلامات الحدودية ما بين مصر وما بين إسرائيل، وبيقول لي مثلا العلامة 27 ودي من علامات الترقيم ما بين مصر وفلسطين المحتلة، شارون كان عايز يدخلها ناحية مصر متر و70 سنتي. اللي هو محسن بيرد عليه لا والله مش هينفع، معلش مش هتنازل عن شبر واحد من أرضي. وده خلى شارون بعدها يروح للرئيس السادات يشتكي له ويقول له الجنرال محسن ده لازم يغير نظاراته لانه هيبوظ المعاهده. ده بيكلمني في 170 سنتي بس. اللي هو محسن هو بيحكي لي الموقف ده كانه بيستعيد الذكريات والامجاد. قال لي ايه بقى؟ الرئيس السادات وقتها زعق في شارون وقال له هي كانت ارض ابوه عشان يتصرف فيها. ويخرس هنا شارون وما ينطقش تاني لحد ما بيعدي يوم 25 ابريل على خير، ومصر بتتسلم كل أرض سيناء المحتلة تقريبا، وما يبقاش غير 14 علامة حدودية منهم وادي طابة، واللي هنتكلم عنهم بالتفاصيل في فيديو جاي. هنا أنا خلصت شهادة اللي هو محسن حمدي رئيس اللجنة العسكرية المشرفة على انسحاب إسرائيل من سيناء، وعايز أقول لك إن الوفد المصري كان رايح يعمل المستحيل حرفيا، وجمع كل قوته من سياسيين وعسكريين وخبراء قانون كلهم على هدف واحد: إجبار إسرائيل على الانسحاب. ورغم ان الوفد المصري مسنود على الانتصار العسكري اللي اتحقق، الا ان فعلا التفاوض مع الاسرائيليين على الترابيزه كان اصعب من الحرب. وفي 25 ابريل سنه 82 سيناء رجعت لمصر وبيترفع العلم المصري على ارضها. والقصه هنا ما بتنتهيش، مصر بتكسب معركه قانونيه بعوده طابه بالمحكمه الدوليه. قصه تحرير سيناء ما هياش كانت مجرد حرب ولا مجرد اتفاقيه، دي حكايه شعب عرف يحارب وعرف يتفاوض وعرف يرجع أرضه بالكامل ما تنزلش عن شبر فيها. 25 إبريل ده عمره ما كان ذكرى، دي رسالة بتقول إن الأرض بترجع للي يعرف يحميها ومصمم على رجوعها. فتحية لكل بطل من أبطال الحرب وكل بطل من أبطال التفاوض، وتحية كمان للشعب المصري اللي فضل ورا قواته المسلحة وقيادته السياسية لحد ما رجع آخر شبر في أرض سيناء.